اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نتقسم معكم الطريقه ديال تحضير كاوكاو كونكاسي بطريقه اللي سهله بزاف ومبسطه وما غاديش تضربوا فيها ان شاء الله تماره، وغادي تهناو من انكم تشريو كاوكاو كونكاسي واجد لانه كيكون شويه غالي، وغادي يبقى دائما الشكل ديالو كيجي زوين. تزينوا به الكيك، تزينوا به الصابلي كيكون زوين، الحبه على اختها. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. الا كانت هذه اول مره كتشاهدوا فيها القناه، هذه قناتنا في الكوزينه، ما تنساوش اللايك والاشتراك الا عجبكم محتوى الفيديو. غادي تاخذوا كاوكاو، مهم الكميه اللي بغيتوها خذوها. مهم من الاحسن تقلبوا على كاوكاو اللي مفسخ، حيت الكاوكاو اللي بقشورو كيعذب شويه في الخدمه. المهم في حاله ما لقيتوش بحالي انا قلبت على كاوكاو مفسخ، حيت هو شي مرات كيكون قليل ولا كتلقاوه عند شي حانوت كيكون مسوس، حيت دغيا كيسوس. هو شويه الثمن ديالو زايد 5 دراهم ولا 10 دراهم، على هذا كيكون كيدير 800. المهم انا ما لقيتوش، خديت هذا الكاوكاو الاحمر هذا الصغير. المهم هي ما تسلقوش، يعني ديك القضيه ديال انكم تسلقوه وتفسخوه راه غادي تعذبكم بزاف. زعما تفسخوه بحال اللوز، هو ماشي بحال اللوز، ما كيبغيش يتفسخ دغيا. ديروا ليه بعدا هاد الطريقه اللي غادي نقولها لكم، راه كتجي ساهله من انكم تسلقوه وتفسخوه، حيت السلق والتفسخ راه غادي تعذبوا ديال بصح. المهم خديت انا كاوكاو نقيته هنا. عارفين كاوكاو كيكونوا فيها هكذا شي حبات مسوسين، وغادي تحطوه في شي لاطه وتدخلوه الفران. غتدخلوا الفران، تشعلوا عليه 180 درجه ولا 170، تكون النار غير من التحت، وتبقاو حداه يعني ما تحركوش من حداه، تبقاو حداه مره كتطلوا. مهم ما خصوش ياخذ اللون، وقلبوه مره كتطلعوا عليه وتحلوا عليه الفران. الوقيته اللي صافي الحبه بدات كتقشر طفيو عليه. مهم هنايا راه ما غاديش يتحمر لكم الا بقيت واقفين حداه. انا راه بقيت واقفه حداه وكنقلبو. فاش بدات كيتقشر لي صافي طفيت عليه. هنا البنات من بعد ما برد او خليته في داك الفران حتى برد صافي، هنا من بعد ما برد تماما هاني بديت كنقشرو بهذا الشكل هذا هكذا. مهم كيجيكم ساهل على انكم تسلقوه وتفسخوه. بديت كنقشر فيه بهذا الشكل هذا، كتبداو كتقشروا مزيان، كتقشروا وكتسلطوا على هذاك القشور حتى كتقشروه كامل. صافي البنات انا غادي نستمر مع بهذا الشكل. المهم حتى كنقشرو كامل، غادي نحاول معاه في الاخر غادي يبقاو لي هكذا حبات اللي ما مقشرينش، غادي ندوز عليهم هكذا حبه حبه. المهم حتى نكملو. من بعد البنات ما قشرتو كاملو، انا المقطع ما عرفت المقاطع فين كيمشيو لي، واش مسحتو ولا ما عرفت فين مشى لي المقطع. المهم انا كنت مصوراه. المهم خديت كاوكاو من بعد ما قشرته من القشره الحمراء، وخويت عليه الماء ما بارد وخليته بات ليله كامله حتى كيرطب. المهم خص داك الكاوكاو ديالكم يرطب. كنتو مزروبين به خفوا عليه الماء سخون، كنتو كان عندكم هكذا ولا كنتو كاع مزروبين بزاف سلقوه باش تخدموه في نفس النهار. المهم اللي بغيتو. من بعد ما رطب كما كتلاحظوا البنات راه الكاوكاو شاربه الماء من الداخل ورطبه. كتاخذوا هكذا هشوار وكتبداو تحطوا فيها كاوكاو، حطوا فيها كميه قليله، حاولوا ما تعمروش الهشوار بزاف. المهم غير كميه قليله باش ما قليله باش ما يتطحلكمش هذا الكاوكاو. المهم وانا غادي نبقى كنطحن ونحبس باش ما ندقدقوش بزاف. والهدف من انكم كتفزكوا كاوكاو هو ما كيعطيكمش الغبره، كيعطيكم تقريبا طروفه اللي هكذا متساويين وصحاح، وما كيكونوش داك مطحونين بزاف ولا يعطيكم هذيك الغبره اللي غير كتضيع لكم يعني في كاوكاو ما كتستافدوش منها. يعني يعني في التزيين ما كتجيش زوينه في التزيين. المهم هنا كما كتلاحظوا انا كنطحن ونحبس وكنشوف النتيجه، يعني ونشوف النتيجه اللي عجبتني نحبس فيها. هنا غادي نزيدو شويه، بان ليا غليت شويه، وغادي نزيدو غير واحد الطحنه خفيفه صافي. المهم كتستمروا مع الكميه كامله بهذا الشكل، ما كتعمروش لها شوار بزاف، وكتبداو تطحنوا وتحبسوا. صافي انا في هذه اللحظه هذه اكتفيت بهذا الشكل هذا، وغادي تسرحوه هكذا في لاطه ديال الفران، لا حيت غادي ترجعوا تنشفوه. غادي نعاود الكميه اخرى. دائما ما كنعمرش لها شوار، كنخليها غير شوي، كنخلي فيها غير شويه باش ما تتحلش بزاف ونضيع فيه. صافي وكنسد وكنبقى نطحن ونحبس.
صافي هنا البنات الطحنه اللي طحنتها كنسرحها حدايا في ديك اللاطه. المهم كتسرحوا داك الكاوكاو من بعد ما طحنوه كاملو في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. هذه في حالات كنتم مزروبين يعني غتسرحوه في الصينيه وغتدخلوه الفران على نار تكون ناقصه، وغتخليوه حتى يبس وياخذ لكم داك اللون المذهب. حالات كان عندكم الوقت تقدروا تنشفوه تحت الشمس عاد دخلوه تحمروه اللي بغيتو. المهم انا كنت مزروبه ودخلته حمرته في الفران. المهم في الاولى انا شعلت الفران، انا كنت يعني في العمليه كامله كنت شعله الفران غير من التحت وناقصه النار تقريبا، درت ليه 150 درجه وخليته البنات كينشف. من بعد ما نشف راه تحمر. ودائما كنت يعني مراقبه الفران مره راه كنحركو باش ما يتحمر ليش غير من جهه. المهم هنا البنات من بعد ما حمرت هذاك الكاوكاو بقيت يعني راده معاه البال حتى خدا ليه هكذا واحد اللون مذهب. غادي تخويوه هكذا في شي اناء وغادي تاخذوا هكذا شي صيان وتبداو تغربلوا فيه باش تعزلوا هذاك باش يتعزل لكم الغليظ بوحدو والرقيق بوحدو. صافي هنا انا درته في واحد السيار وبديت كنغربل فيه، وكما كتلاحظوا راه كيعطيكم هكذا حبات اللي متشابهين فاش كتغربلوه. الرقيق كينزل لتحت والغليظ كيبقى الفوق، وما كتلقاوش نهائيا ديك الغبره ولا ديك البودره ولا ديك الكاوكاو اللي مطحون بزاف اللي ما كيجيش زوين في التزيين. هذا هو الرقيق كيجي على هذا الشكل، والغليظ هو اللي كيبقى الفوق. وانا راه كنزين بهم بجوج، يعني كنزين بالرقيق وكنزين بالغليظ وبجوج كيجيو زوينين في التزيين. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكاوكاو كونكاسي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم، ونشوفكم المره الجايه في فيديو جديد ان شاء الله.